السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة يا جماعة جبت لكم الفصول الجديدة من حكاية فانغي واللي هو بطل الزمن يعني. فلو انت يعني لسه مشوفتش الأجزاء الأولى فروح شوفها انت دلوقتي، ويلا خلي كده نكمل الفصول الجديدة. بتكمل حكايتنا لما الأفعى بتكون على بتهاجم على فنغ، بس وقتها فنغ بيقدر اللي هو يتفادى الضربة وبيقول للأفعى بص كده للسيف. الأفعى لسه يا دوبك بتتداير وراها وبتلاقي اللي قسمها لنصين. بس يا ترى هو كده خلص الموضوع؟ لا والله، الأفعى تلاقيها قاعدة بترجع في النص اللي كانت قطع، ووقتها بتعالج نفسها من تاني وكمان بقت اقوى بكتير عن الاول. وقتها فنغ بيبصلها كده وبيقول انا اصلا كنت حاسس ان طاقتها اقوى من تشوي، واللي هو يعني الكلب اللي كان عامل زيها يعني. وقتها فنغ بيقول لما انا كنت هجمت عليها بقوة الشمس وقتها كنت حطيت شوية قوة برك في السيف بتاعي. وقتها الافعى ديت بتبدا بعد كده لا تتحرق. وقتها حرشة في الافعى ديت بتيجي وقتها وبتخترق كتف فنغ، وديت عشان هي حادة وكمان مسممة. وقتها فنغ بيشيل الحراشف بتاعتها بسرعة وبيعالج نفسه من السم بعنصر الشمس، وفعلا وقتها الجرح بيبدأ اللي هو يتلائم وكمان السم بيروح. وقتها فنغ بيقول لما انا باجي استخدم قوتي بشعر بوخز حاد، وهتلاقي كده عشان عمال اعمل تقنية تنفس الشمس الذهبية كتير. وبيقول ان تنفس الشمس الذهبية دوت بيقدر وقتها اللي هو يعالج اي حتة في جسمك زائد اللي هو بيشيل السموم. وقتها فنغ بيقول حتى لو الشخص كان عنده قدرات دفاعية هائلة كان احتمال برضه اللي هو مش هيعيش من السم ده. وقتها فنغ بيقول الافعى ديت هي وشي بيعتبروا فريق ممتاز عشان هما حتى ممكن يعملوا فخ مثالي للمستكشفين النخبة، اكيد بسبب تعاون زي ده هيكونوا اكلوا الكثير من الناس. وفنغ بيقول تاني اعتقد دلوقتي ان القوة بتاعتي بقت كويسة جدا ما بين المستكشفين. وقتها فنغ بيضل يبص على جثة الافعى وهي قاعدة بتتحرق، وقتها بيحس بشعور غريب وبياخد باله وبيقول ده لسه في حد عايش. وبتطلع اللي ديت هي البت سو، وقتها بيعرف اللي ديت هي البت اللي كانت من الجمعية. وقتها فنغ بيروح عندها وبيقول لها بطلي بقى كده الظهر، انت تمثيلك اساسا وحش، بطلي بقى كده تمثيل وقومي. وقتها تسو بتقول يا لهوي على ام الصدفة الوحشة، طب اعمل ايه دلوقتي؟ وبتقوله اللي هي اساسا كانت استيقظت من الريحة الخانقة. وقتها فنغ بيقول لها ان قوتك مش وحشة وكمان هتلاقي مش كنت دايرة برائحة الدم والاحتراق. وسو بتقول له شكرا على المجاملة. وقتها سو بتقول هو حافظ على طبقة من الطاقة الروحية، بس انا مش عندي ادنى فكرة هو ازاي هزم الافعى وتشوي كمان. وفنغ وقتها بيقول لها مفيش داعي عشان تغطي عينيكي، خليكي بس صادقة ومش تكشفيني، ودلوقتي الوقت قرب يتأخر، طالما انت وفريقك بامان فانا همشي. وقتها سو بتقوله استنى بس ثانية، وقتها بيكون اساسا فنغ مشي. وفنغ بيقول كويس ليه مش شافتني وانا بجمع الطاقة المظلمة، الطاقة دي الشعور بتاعها مقرف جدا، مع اني فشلت في ان انا اطرد الطاقة المظلمة بالفعل بس جسدي دلوقتي بيرفضها. وبنتقل بعد كده عند سو اللي هي بتقول هتلاقيه لسه بياخد حذره من الجمعية، وبدنا بعد كده تخبط على وش الراجل دوت وبتقول له يا كابتن اصحى الله. الراجل بعد كده بيفوق من هنا وبيقول احنا اتعرضنا لكمين فين هو فين الافعى. وقتها بيقول هو مين اللي عمل كده وكمان ايه الطاقة الشمسية اللي موجودة هنا ديت. وقتها سو بتقول لي في مستكشف ساعدنا. وقتها سو بتقول ان مهمتي الاصلية اساسا كانت ان انا ببحث واحقق عن شخص عنده طاقة شمسية متفوقة، وشكل كده الشخص دوت هو فنغ. انا لسه ما جمعت معلومات كتيرة عنه وكمان الهوية بتاعته لسه غامضة. وقتها الشخص دوت بيقول شخص واحد هزم تشوي وكمان الافعى ديت يا لهوي ده هتلاقيه جامد فشخ. والقائد وقتها بيقول بالمناسبة هي فين جثة تشوي؟ احنا عاوزين ننظف المكان اول حاجة بعد كده نودي البقايا للجمعية. هو بيبدأ بعد كده اللي هو ينظف المكان فعلا، بس وهو بيمشي وقتها بيدوس على الحتة ديت واللي فيها طاقة البرق. وقتها بيقول اللعنة ايه الطاقة العنيفة دي. ووقتها بيقول القائد سو قالت اللي هو عنده طاقة شمسية، بس طاقة البرق دي قوية بشكل لا يصدق.
وقتها البت بتنصدم لما بتعرف ان ديت هيبقى ايه جثة شوي، وبتقول ازاي ده كان في شخص واحد هنا، وبتقول من المستحيل هو بيكون قاعد بيحمل نوعين من الطاقات في جسده. ووقت القائد بيسمع كلامها وبيقول مستكشف عنده طاقتين متفوقتين كمان. ده عمري ما شفت حاجة زي كده، يعني سيف بينلهب الشمس وكمان طاغوت البرق دوت اي نوع من الوحوش بالظبط. وقتها بتقول كويس لا كنت سبت بقى اعضاء الفريق برا المكان. وقتها اول ما بتيجي تطلع البنتين بيدنهم ماسكين فيها وبيكونوا حرفيا خايفين عليها بطريقه غير طبيعيه ومفكرين ان هي ماتت ولا حاجه. وقتها اعضاء فريق التحقيق بتاع الجمعيه بيكونوا قاعدين بيدرسوا جثة القفا. وقتها بيديهم الصدمة حرفيا، بيقول لهم بنسبة 99% على الأرجح فهو شخص واحد اللي كان قتلهم هم الاتنين. القائد بيقول مستخدم عنده صفاتين من أقوى الصفاتين في العالم. وقتها بيقول دي حاجة منطقية عشان الوحشين دول كانوا ممكن يمحون على الوجود. وقتها سو بتتصل بالجمعية وبتقول لهم اللي فيه بيانات جديدة عاوزة أكلمكم عليها. وقتها بدنهم بقى كده اللي هي تقول لهم على الأخبار الجديدة وعلى فرغ يعني والصفتين الحاجتين وكده يعني. وبتقول لهم في الحتة بتاعت الجبل لما هو كان امتص القوة بتاعت البرق كنت حاسة اللي هو معاه سلاح روحي بس مش اتأكدت غير لما عرفت دلوقتي. وقتها القائد بيقول هو عنده سلاح روحي بس من غير محتمل جدا اللي هو من غير اي دعم خارجي او الحاجات ديت، فهو مش يمكن اللي هو يكون عنده واحد. وقتها بتقول له لما انا كنت اتفاعلت معاه انا حسيت اللي هو عنده طاقة روحية من نوع الشمس. وقتها رئيس الجمعية بيقول طالما كده فهو هتلاقيه السلاح بتاعه بياخد القوة بتاعته نفسها. وقتها القائد بيقول لها احنا هنعمل تكوين الروح واللي هو يعني الاشخاص اللي زي فرغ كده هوت يكونوا في فريق واحد. وقتها بتقول ده ما فيش غير عدد قليل، حتى ده ما فيش غير 4 أو 3 بس اللي عندهم نفس القوة دي، ومش 4 أو 3 في البلد بتاعتهم يا صديقي، لا ده في العالم كله. وده قد بيقول لو الشخص دوت عنده كمان قدرة إضافية يعني عنده 3 قدرات فكده هيغير العالم كله. وده بيقول ان الشخص حتى يكون عنده الكثير من الطاقة الروحية دوت العيش بتاعه او العيشة بتاعته بتبقى صعبة جدا، وان مفيش اي حد وصل حتى ل3 قدرات مختلفة. خلينا نؤمن ان القوة الهائلة بتاعت المستيقظين مش تكون اعداء للبشر. وتفنغ بيخلص على طول الدش التمام. وتفنغ بيقول ان مفيش حاجة اسوأ من الشواذ وكمان دوت كتروا بكتير عن المرات اللي فاتت. وبيقول طالما في حد زي سو والقائد الكبير فهتلاقي لسه في اشخاص زي لسه مش يعترفوا لسه ما حدش عرف قوتهم. وعموما يعني اكثرية الناس دلوقتي مش عاجبها الموضوع، هم مش حاسين بالامان في البلد دي، بس هي دي المشكلة بالظبط. الثقة في البلد دي دلوقتي معدومة، ولو الكل ده انه يفكر بالطريقة ديت فحرفيا المكان هيكون متدمر اساسا. والحل الوحيد للدولة دلوقتي هي اللي هم يخوفوهم من الاشباح. وده بيقول الوحوش اللي انا واجهتها النهاردة ديت كانت العدو الطبيعي للمستيقظين واللي اشتزوش برضو واللي هم الظلال واللي لازم نخلص عليهم بسرعة احسن ما يدمروا البشرية. بس المشكلة الكائنات الشاذة ديت اذكى واحسن بكتير من الوحوش العادية، ذكية بطريقة اللي انت ممكن يعملوا لك فخ او يضعوك في مواقف انت مش كنت مفكر انت تخش فيها. وبيقول ان الطاقة بتاعت الظلام مش بتمتص دلوقتي، بس لو انا خلصت الشروط فممكن امتصها، ولو جاتلي الطاقة الفعالة ديت فانا حرفيا هقلب الموازين كلها. وقتها بيجيله تليفون من عمته وبيقول ايه المكالمة المفاجئة ديت. وقتها عمته بتقول ايه يا عم فالغ انت كويس ولا ايه؟ بنت عمك هتيجي تدرس في المنطقة اللي انت قاعد فيها وانا حاسة ان الموضوع مش هيبقى في امان، فعشان كده هبعتها تقعد عندك كام يوم. وقتها فالغ بيقول في سره بنت عمي انا كل اللي فاكره على البت ديت اللي هي كده شاطرة وبتحب الدراسة، دي وصلت معايا اللي انا حتى مش فاكر وشها. وقتها فالغ بيقول لا خليها تيجي انا كده عندي غرفة اضافية في المنزل وملهاش لازمة. وفالغ وقتها بيقول هي امتى هتيجي؟ والعمة بتقول مش مهم انا هديها عنوانك وهي هتيجي لوحدها.
وبعد كده بنشوف البت وهي قاعدة على الكمبيوتر، وبتكون يعني قاعدة بتتكلم في حد كده، بس وهي قاعدة بتتكلم في أمان الله بيجي لها شائعات عن الوحوش الشاذة، وإن في 3 ضحيات جدد النهاردة، وبتقول يعني الحادث دوت حصل في مدينة يانغو. وقتها الأم بتخش عليها مرة واحدة وبتقول لها انت جهزتي شنطتك؟ وقتها البنت بتقول لها لا هي مش عاوزة تروح عند ابن عمها، مش عشان يعني هي بتكرهه كده، عشان بس مش تزعجه، وكمان لو قعدت في فندق هيبقى احسن. وقتها الام بتقول لها لا البقاء عند ابن عمك اكتر امان. والبنت بعد كده بتزقها برا الغرفة وبتقول لها ماشي ماشي انا هجهز حاجاتي، وبتقفل وقتها الباب وبتقول انا لازم اخلص كل التحديات واحد ورا التاني، مفيش اي حاجة اصعب من الكائنات الشاذة. وعند الفندق اللي فيه فنغ البت بتكون فعلا وصلت على المكان، والبرنامج بيقول لها اللي هي وصلت للوجهة بتاعتها، وبتبص بعد كده المكان وبتقول هتلاقي هو دوت المكان. وكده بينتهي الفصلين الجداد من حكاية فنغي. اتمنى يكون الفصلين دول عجبوكوا، فيلا بقى كده حط لايك كده يا معلم واشتراكك، وطبعا صلاتك على النبي لو انت لسه مصليتش على النبي، والسلام يا سادسة الاوتاكو.